السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فاطمة سليمان من مطبخ فاطمة سليمان. النهارده بقى زي ما احنا شايفين كده عاملين العيش. العيش يا جماعة بالنسبة لنا العيش، واكيد بالنسبة لناس كتير جدا. بصوا بقى، زبدة ده ما يتقالش عليه سمك ابدا ولا فسيخ، ده يتقال عليه زبدة. شايفين الجمال؟ شايفين ما شاء الله تبارك الله؟ دايبه كده دوب، حته اللحمه كده معانا دايبه دوب ما شاء الله، ولونها تحفه. والطعم بقى مظبوط جدا جدا، مش مالح ولا دلع، حاجه كده تحفه ما شاء الله. هقول لكم بقى ان شاء الله ازاي نختار السمكه الصح، وازاي نعملها بطريقه سهله جدا واقتصاديه، ولو انت اول مره تعمليها هتبقى سهله بالنسبه لك جدا، بعد كده مش هتجيبيه من تاني بره. شايفين جماله يا بنات؟ شايفين ما شاء الله اللحمه فصوص ازاي وشكلها عامل ازاي، ولونها بقى وردي كده، خطير خطير خطير. مستوية جدا دايبة دوب كده، زي ما انتوا شايفين كده جمالها. اللهم بارك. طبعا احنا متعودين قبل ما نبدأ اي فيديو، متعودين مع بعض بنسمي الله كده ونصلي على الرسول عشان نبدأ ان شاء الله الفيديو النهاردة. انا معايا كده تبارك الله 4 سمكات بوري. الفسيخ يا جماعه ما بيتعملش طبعا الا ببوري، والبوري ده بيبقى انواع. هقولك ازاي تجيبيه بقى نوع حلو كده زي ما احنا ما شاء الله شايفين، يكون السمكيه كده لامعه ولونها كده منور منور كده وحلو، ميبقاش كده غامق وعليها دم من بره كده لونه غامق. لا يا جماعه، لازم نجيبها صبحه، ويبقى بصوا دماغها تبقى عريضه، لان في سمكه بتبقى نفس الشكل بس دماغها رفيعه، ده ما ينفعش ابدا للتخليل. لازم السمكه تبقى عريضه. بص ما شاء الله الراس بتاع السمكه يعني مقاس 3 صوابع كده من ايدي ما شاء الله، لكن الرفيعه دي ما نجيبهاش عشان مش هتنفع معاكي خالص في السمك. وطبعا ما بنشيلش القشر بتاعه، بنعمله بالقشر بتاعه. السمكه تبقى ماسكه نفسها كده، والخياشيم بصوا ما شاء الله تبارك الله حمرة دم، معنى كده اللي هي صبحه وحلوه جدا، وكده ان شاء الله تطلع معاكي نتيجه حلوه جدا. شايفين؟ مش مسوده بقى ولا ليها ريحه كده فجه ولا اي حاجه. والسمكه ما شاء الله تبارك الله ماسكه نفسها، مش طريه ولا مثلا تبقى منفوخه تيجي تحطي صباعك كده فيها تلاقي كده اللحم بيغرز معاكي لجوه، لا دي ما تجيبهاش خالص. بصوا ما شاء الله اهو، سمكه طريه بس يعني إيه الطراوه اللي هي الحلوه المظبوطه، وماسكه نفسها، مش اللي انت بتغرزي ايدك كده جواها صباعك يعلم في اللحم، لا دي تبقى بايظه يا جماعه. اوعي اوعي تجيبيها حتى لو ببلاش. تمام كده اهو. شايفين ما شاء الله شكل السمكه كده، عينيها كده حلوه كده وبتلمع كده، مش عينيها اللي هي بايظه ولا غامقه كده، لا دي متبقاش حلوه. اول ما بجيبها طبعا بغسلها كويس جدا تحت الحنفيه وهي مقلوبه كده على وشها زي ما احنا شايفين، عشان الميه يعني ما تخشش في بطنها من جوه. بصوا بطلع بقى منها الدم الزياده، شايفين اهو. مطرح بقى بايد البياع، مطرح ايد حد بيشتري، لازم يا جماعه نغسل السمكيه، ما تخافوش مش هيجرى لها اي حاجه، بس تقلبوها زي ما انا ما وريتكم كده، وتحت الحنفيه نغسل كده جسمها من بره والخياشيم كويس جدا، ونسيبها تتصفى. احطها بقى كده تتصفى. بسم الله. حطها طبعا في التلاجة بقى تاخد ساعتين 3، ممكن نبيتها عادي خالص طالما في التلاجة. بيتيها عادي خالص في لتاني يوم في التلاجة، مش هيجرى اي حاجة. هتنزل بقى كل الزفارة اللي فيها وكل الدم اللي فيها، لو فيها اي نسبة مية او نسبة دم هتنزل معانا التصفية بتاعتها. وكمان علشان ما تبصي معانا، لان لو السمكة فيها مية كده خلاص السمكة كده باظت معانا. لازم اهم حاجة ننشفها كويس جدا جدا. لو الجو ساقع قوي ممكن نسيبها بره ساعتين 3 على الرخامه عادي، مش هيجرى لها حاجه. كده بقى انا استخدمت السمكيه تاني يوم، شايفين ما شاء الله نشفت خالص خالص اهي ومسكت نفسها. بصوا مش عليها ميه نهائي. هنحضر بقى معانا هنا ايه، بجيب كده ملح الخشن. طب لو مفيش ملح خشن ينفع ملح ناعم؟ طبعا ينفع، اي حاجه تنفع. وحطيت كده عليها معلقتين من الشطه واقلبهم كده كويس. طبعا الشطه تكون حاميه، مش الشطه اللي هي البابريكا اللي هي البارده، لا تكون حاميه. الشطه بتبقى ماده حافظه ليها، وما تخافوش مش بتبان خالص في الطعم، يعني السمكيه مش هتبقى حراقه ولا اي حاجه، لكن هي بتحافظ على السمكيه من الدود او اي حاجه وحشه. طيب انا جايبه هنا ملح خشن، لان الملح الخشن بفضله اكتر، لان ايه يعني ما بيحدقش معايا قوي السمكه بتاخد منها كفايتها، وبعد كده بقى بتطرده بره.
جبت بقى بصوا ما بين صوابعي بس كده كام فص كده من الكمون، وكام فص من الكزبره، وكام فص من الفلفل الاسمر، كله حصى، ما حطيتش حاجه مطحونه، بس بيديني كده ريحه كده حلوه كده ونكهه كده حلوه للسمكيه. طب مش حابه تضيفيهم، خلاص دي حاجه اختياريه وزياده من عندي، لكن انت مش حابه تضيفيها وهتضيفي ملح وشطه بس، هيبقى معاكي زي الورد بامر الله. امسك كده بقى الخياشيم واحشيها كده. طبعا قبل ما بحشيها بعمل ايه؟ بصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وبسمي الله. احشي بقى كده واملى الخياشيم كويس جدا من الملح بتاعنا ده، وافتح كمان بقها كده من قدام برضو واملاها برضو ملح من اللي احنا او الخلطه اللي احنا عاملينها دي. شايفين اهو؟ بسم الله اللهم بارك. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. شايفين يا حبايبي؟ انا بمشي معاكم خطوه بخطوه علشان لو انت اول مره تجربيها يبقى سهل عليكي جدا. انا جايبه الكيلو ب 130 جنيه، لكن دلوقتي بره لو اشتريتيه هيبقى ب 300 كمان، ويمكن اكتر كمان من 300 جنيه لو انت اشتريتيه جاهز. يعني احنا عملنا ما شاء الله اقل كمان من النص. وطبعا بقى انت بتبقي ضامنه ان النظافه بقى بتاعه السمكيه، والنظافه بايدك، ونظافه الحاجات انت بتعملي فيها احسن من بره بكتير. شايفين بحش السمكيه اهو ما شاء الله بالملح كويس جدا جدا. هعمل بقى ما شاء الله الكميه كلها بنفس الشكل. عملت كده ما شاء الله تبارك الله الاربع سمكات، وباقي بقى شويه الملح كده ايه رشيتهم كده عليه. انا مش هقولك كميه محدده من الملح، انت يا دوبك بس بتملي الخياشيم بتاعه السمكه يكون كده خلاص استكفيتي كده من الملح. ممكن اقولك 3 4 معالق بس ياخدوا معاكي اكتر، فانت هتبقي محتاره. لا انت املي الخياشيم بتاعه السمكه ويبقى كده المعيار المظبوط معاكي. جبت بقى كيس واحط بقى ايه يعني السمكه عكس عكاس كده زي ما احنا شايفين كده اهو. بسم الله اللهم بارك، ما شاء الله لا قوه الا بالله. دايما يا بنات بنذكر ربنا عشان ربنا ان شاء الله يحسن ما بين ايدينا. شايفين اهو؟ طيب احنا دلوقتي بقى هنسيبهم قد ايه يا بطه؟ بصوا حبايبي، لو احنا في الشتاء يعني الشتاء الساقع قوي يعني هنسيبها ان شاء الله 15 يوم. طب لو احنا في حر هنسيبها ان شاء الله 10 ايام اهو. طبعا لو السمكية وزنها كبير قوي تبارك الله، يبقى لو احنا في الشتاء هنسيبها 20 يوم. لو احنا طب في الصيف ممكن تسيبيها 12 يوم لو ما شاء الله حجم السمكية كبيرة. يعني في ما شاء الله سمكة بتبقى فوق الكيلو، السمكة الواحدة بتبقى ما شاء الله تبارك الله فوق الكيلو. اربطها بقى اهم حاجة الهواء منها كويس جدا، علشان ضروري ضروري ما يبقاش فيها هواء، لان الهواء يعني لا قدر الله بيخرب الدنيا ويبوظ لك السمكية. فانت بقى على قد ما تقدري بقى تجيبي بقى ايه كمية شنط كده حلوين، او لو عندك الاسترتش ده تلفيها لفة كده كويسة. وبرده مش هنستغنى برده عن الشنط، برده هنلفها بالاسترتش وهنحطها برده في قلب الشنط اهو. نلف بقى كده على قد ما نقدر. بسم الله. عشان اهم حاجه يا بنات الهوا ما يخشلهاش خالص. لو ما عندكيش اكياس وعندك علبه كده تكون برضو محكمه كويس جدا، ممكن تحطي برضو في العلبه وبرضو تحطيها في قلب شنطه، تقفليها كويس بقى لو ليها غطا، وتحطيها برضو في قلب شنطه وتحطيها في مكان يكون ضلمه متهوي برضو بس يكون ضلمه. هجيب بقى كذا شنطه كده زي ما احنا شايفين. خلاص انا لفسها لفتها بالاسترتش اهو. احطها برضو في شنط. وكل كام يوم بقى حبايبي يعني مثلا ايه كل يومين او كل يوم بقلبها كده على ناحيه مختلفه. بصوا، مره على الجنب ده، مره على الجنب ده، مره اقلبها لفوق، مره اعملها لتحت علشان تستوي يبقى السوا كله واحد. كده بقى انا سبتها 10 ايام لان الجو كان حر، فانا استكفيت ب10 ايام بس. وكمان الحجم بتاع السمكه مش كبير قوي اهو. نفتح بقى كده يوم الامتحان بقى يكرم المرء او يوهان. بسم الله ما شاء الله. نفتح بقى كده مع بعض ونشوف بقى الجمال بقى والحلاوه يا سيدي يا سيدي. ايوه يا بطوط اهو. بسم الله تبارك الله. بصوا حطاهم في 100 شنطه 100 شنطه. اهم حاجه لازم يتكتم كويس جدا من الهواء.
عايزه اقول لكم بقى يوم الفسيخ ده، بصوا انا ببقى ما بيجيليش نوم طول اليوم، يعني طول الليل ببقى افكر بقى امتى الصبح اصحى بقى كده ان شاء الله وافتح على الفسيخ واقعد بقى انضف وبحب انضفه والاولاد ما يكونوش موجودين. ليه اقول لكم الصراحه؟ ليه؟ علشان ما حدش يقعد يمصمص معايا، اقعد امصمص كده لوحدي وعلى رواقه كده وعلى مزاج. شايفين ما شاء الله استوت وبقت دايبه خالص ازاي اهو. بصوا تبارك الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ زبده يا بنات، زبده زبده زبده. يا سيدي يا سيدي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى انزل الميه بتاعته ازاي. عايزه اقول لكم بقى انا جعت بجد، جعت. حد يديني كده رغيفين بقى كده وبصلايه ومحدش يقعد معايا، اقعد لوحدي. الحاجات دي بحب اقعد فيها لوحدي. بصوا بقى الاول كنت ايه باجي انضفها، كنت بعمل ايه؟ كنت اقعد بقى اقشر في القشر بتاعه اللي بره ده اللي هو الصدف دوت، واقعد اعمل في اسلخ فيها واعمل. لا دلوقتي بقيت اعمل ايه؟ اشطفها تحت الحنفيه. يعني ده انا الاول شطفته، بمسكه كده وهو مقفول اشطفه كده، انزل اي بقى ملح زياده كده عليه من بره، واروح بقى اعمل ايه؟ افتحه بقى زي ما احنا هنشوف كده. بصوا قلب السمكيه، اللهم صل على حضره النبي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين يا بنات؟ عسل عسل عسل، بكل سهولة وبساطة هتعمليه في قلب البيت. بصوا بقى يا حبايبي، بفتح بقى القلب كده واشيل بقى ايه قلبه بقى كده من جوه. شايفين اهو؟ ايه رأيكم؟ شايفين ما شاء الله شكله عامل ازاي؟ تحفة تبارك الله. ولونه بقى كده بامبا كده وجميل ما شاء الله. هعمل بقى ايه دلوقتي؟ هفتح بقى برضو ان شاء الله الكمية كده كلها بنفس الشكل، وانضف بقى كده قلبها من جوه كويس جدا. وزي ما قلت لكم قبل ما بعمله انا باخده الاول تحت الحنفيه، بنزل بقى ايه؟ اي رواسب عليه، اي مثلا ملح او توابل اللي بتبقى موجوده، او الميه اللي هي بتنزل منه دي في التخليل، بشطفها كويس جدا تحت الحنفيه، واروح بقى فتحاها واطلعه بقى. بصوا الله الله، هاتي حته يا بنتي يا بطه. بصوا عايزه بقى كده رغيف كده طري، رغيف ايه؟ عايزه 10 رغيفه كده. ويا سيدي يا سيدي بصي بتغزنا وبتاكل قدامنا. بصوا شكلها عامل ازاي. بصوا بقى يعني السمنه كده اللي طالعه على ايدي دي تحفه. شايفين ما شاء الله اهو؟ في جمال كده؟ اكيد لا مفيش. هي دي الطبطبه يا بنات، هي دي الطبطبه. اهم حاجه بقى في السمكه تختاروا سمكه كويسه زي ما انا قلت لكم. ما تجيبوش السمكه اللي يبقى راسها رفيعه يا بنات، عشان ديت مش للتخليل خالص نهائي. تبقى السمكه كده صبحه صبحه والخشيم كده بتاعتها حمرا كده وحلوه، وعينيها بقى تبقى ايه منوره كده وشكلها حلو، ما تبقاش العين كده بايظه او فيها دم او حاجه. والسمكيه نفسها تبقى ماسكه نفسها، ما تحطيش ايدك كده فيها كده ايدك تغرس فيها، لا تبقى ماسكه نفسها كده، وفي نفس الوقت ايه طريه برضو كويسه مظبوطه. اجيب بقى كده واحده واحده بقى كده، واجيب المعلقه واخلي بقى اللحم بتاعنا القمر ده كده بقى. احسن ما انت ايه تشيلي القشر وتقعدي تعملي في القشر ويقعد يتنطور بقى، بيبهدل الحقيقه الدنيا. لكن كده زي ما هي. بصي واعمل كده. بص ما شاء الله السمكيه اصلا مش مستحمله تبارك الله، بتطلع بسرعه لان هي واخده كفايتها المظبوطه في التسويه. فما شاء الله التسويه تمام، فبتطلع معاكي بكل سهوله. شايفين؟ داخليه بقى كده بقى، واحط بقى عليه بقى الزيت بقى والطحينه. ومش قادره اقول لكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم بقى. ما تنسوش